السلام عليكم الاخوان. قبل ما نبداو ما تنساش سبسكرايب، خلي واحد لايك وواحد كومنتار لان هذا الموضوع حساس بزاف وكاملين كنعانيو منه. السلام عليكم. اولا قبل ما تبدا تكتب في التعليقات وتقول الدراري ما بغاوش يخدموا، الشباب كسالى، جيل زاد كذا كذا، وقف شويه وفكر معايا، واش بصح المشكل في الشباب ولا المشكل في واحد الواقع مر بزاف الناس كاملين عايشين وساكتين عليه؟ اليوم في المغرب كاينين شباب اللي قراو سنوات وسنوات، وتلقى الناس صرفوا دم جوفهم على ولادهم باش يوصلوا، عاد زيد الامتحانات والضغوط النفسيه، وكتلقى الاخير كيقلب على خدمه كما كانت وما كيلقاش، واذا لقاها كتكون الصدمه الاكبر. كيطلبوا منه الاجازه، الماستر، اللغات، المعلوميات، الخبره، التواصل، العمل تحت الضغط والاستعداد للتضحيه، وفي الاخير شحال كيقولوا ليه 2500 درهم. 2500 درهم. واش هذه اجره ديال شخص قرا سنين من حياته؟ واش هذه اجره ديال الانسان خاصو يخلص الكرا والماكله والتنقل والانترنت والفواتير ويعيش حياه كريمه؟ المشكل ماشي غير في الاجره، المشكل في واحد العقليه اللي كتشوف الموظف بحال شي آلة، بحال شي روبو، ما خصوش يعيا، ما خصوش يدير حتى شي حاجه. كيبغيو شخص يخدم اكثر من 10 سوايع ويمكن اكثر، ويبقى مبتسم وما يشكيش وما يطلبش بحقه. الا طلب زياده كيقولوا ليه الا ما عجبكش الحال كاين 1000 واحد يجي يخدم بلاصتك. هاد الجمله انا سمعتها بزاف، وسمعتها من بزاف ديال الشباب صراحه، وهي من اكثر الجمل اللي كتقتل الحماس والطموح، حيت كتخليك تحس بلي المجهود ديالك ما عنده حتى قيمه، وانت كشخص ما عندك حتى شي قيمه. المشكل هو ان بعض الشركات كيقلبوا على عبد كما سمعتوا، على عبد، ماشي موظف، ماشي انسان. كيبغيو شخص يدير خدمه ديال 3 الناس بثمن شخص واحد. خدمه الاستقبال مثلا، خدمه المبيعات، خدمه الاداره، خدمه التسويق. واخا تكون عندك ما عرفت شنو، كيبغيو يولي عندك انت كلشي. الاجره كتبقى هي رغم دير اي حاجه كتبقى الاجره هي. كيبدا الاستغلال النفسي، مكالمات خارج اوقات العمل، الرسائل في الليل، الضغوط المستمره، تهديدات مباشره بالطرد. بعض الشباب ما كيبقاوش كيقلبوا على خدمه، ولاو كيقلبوا على الكرامه، حيت الخدمه بلا كرامه ماشي نجاح. كاين اللي كيقول لك على الاقل خدام وكنتخلص. لا، هذه هي العقليه اللي خلات بزاف ديال الشباب وديال الناس يقبلوا باي حاجه. الخدمه خصها تكون توفر العيش الكريم، ماشي بقاء على قيد الحياه فقط. شو الفائده من شهاده وتعليم وكفاءه وتجارب الا كنتي في الاخير ما قادرش تدبر حتى المصاريف الاساسيه ديالك؟ والمؤلم اكثر ان بعض الناس اللي عمرهم قلبوا على خدمه كيخرجوا يحكموا على الشباب، كيقولوا ما بغاوش يخدموا. لا، بزاف منهم بغاو يخدموا، حنا كاملين وانا اللي كنهضر معاكم، ولكن ما بغيناش نعيشوا مستغلين، ما بغيناش نبقاو سنين كنعطيو طاقتنا مقابل اجور ما كتحترمش المجهود ديالنا. وهادشي ماشي دعوه للياس، بالعكس، خا الشباب يبقى يطور راسو، يتعلم، يزيد مهارات، يقلب على فرص احسن. ولكن حتى في المجتمع ما خصش يكون الطموح ديال الانسان هو يلقى خدمه ما تجينوش. هادشي خصو يكون حق طبيعي، حيت الانسان ماشي رقم، ماشي آلة، وماشي سلعه رخيصه. الانسان عنده قيمه وعنده كرامه، وعنده الحق يعيش حياه محترمه مقابل المجهود والكفاءه ديالو. والسؤال اللي غنخليه لكم في التعليقات، واش المشكل في الشباب ولا في بعض ظروف العمل والاجور اللي ما بقاش مناسبه للواقع ولا لطريقه العيش ديال الانسان في هذا العصر؟ لان اننا بالاسف كنشوفوا هادشي بزاف. دابا الشركات ولاو كيطلبوا بنادم يجي يخدم وما عرف شنو، ولكن كفى، يا انسان يخدم بكرامه يا نشوفوا شي حاجه خارج هذا البلاد. للاسف الشديد. خليو لنا لي كومونتير ديالكم. تحياتي.